الساعة 4 ل5 فجرا. الوقت اتأخر جدا صح؟ بس أنا مش بتكلم على الوقت ده، أنا بتكلم على وقتك أنت. اتأخر جدا، ويا عالم أنت فين من مين، يا عالم أنت مكانك فين من الناس اللي حواليك. أنت زهقت مني ومن الكلام الكتير اللي عمال أقوله ده؟ طب يلا بينا بقى، أحسن خلينا نبدأ. خلينا نخش على الانترو ونخش نشوف هنقول ايه النهارده. رجالتنا رجالة تالتة ثانوي، عاملين ايه وايه اخباركم؟ النهارده هنتكلم على درس يراه الكثير صعب واراه سهلا. هنتكلم عن درس الاكتيف والباسيف، وخصوصا عندك في يونت 6 بيتكلم على الكازيتيف، قاعدة السببية. انا مش هكلمك بقى على السببية، لان السببية بالنسبة لي انا هي part of active part of passive، هي جزء من حالات الاكتيف والباسيف. فاحنا خصوصا بالنسبه لنا الكازيتيف دي في المبني للمجهول، في الباسيف هي جزء مش الكل، مش القاعده كلها. تمام؟ ففوق بقى كده معايا وركز، عشان انت لو انت علمي او ادبي فانت في اولى اكيد خدت فيزيكس، خدت فيزياء، فانت عارف انه مدرس الفيزياء بتاعك بيعمل ايه. هل الراجل الطيب ده هيبقى عنده وقت او مقدره انه يحل معاك كل مسائل الفيزياء الكونيه في العالم؟ اكيد لا. كل اللي هيعمله هيديك الفكره، وانت تابديت نفسك، وانت توظف نفسك وتشتغل بناء على الفكره والمعطيات والمطالب من كل مساله لمساله، فتعرف تشتغل، تبقى فيك دماغ. فده معناه ان انا مش هحفظ، فانا عندي فكره. ودايما كده في اي قاعده جرامر بتتشرح لك يا ريس، بيبقى هي الموضوع كله عباره عن ايه؟ وان ايديا، هي فكره بتفهمها وتوظف شغلك عليها. فانا نفس الكلام كده، عايزك تتعامل لي مع الباسيف المبني للمجهول انه فكره، همشي على الفكره واطبقها وانطق صح وترجم صح، حليت كل الجمل اللي عندي صح كلها. طيب الاول نتكلم مع بعض. والله انا خدت adjectives adverbs الصفات والاحوال او الحوال. خدنا بعض الروابط زي after before، زي while when، وهكذا. دول كلهم rules او grammar، دي قواعد grammar. لكن هل تفتكر الكلام في الانجليش عبارة عن ايه؟ ما هو حاجة من 4، يا اما معلوم active، يا اما مجهول passive اركن، يا اما direct، يا اما indirect اركن، يا اما مباشر يا اما غير مباشر. اصل يا ابني تعبنا، اي جملة هيجيبها لك هتبقى الاتي، هتبقى يا اما مبنية للمعلوم ومعمولة دايركت، يا اما مبنية للمجهول ومعمولة دايركت، او معلوم ومعمولة اندايركت. يعني معلوم مباشر، معلوم غير مباشر، مجهول مباشر، مجهول غير مباشر. يعني المباشر والغير مباشر خلاصة القول، والمعلوم والمجهول بتوع النهاردة هما حالات وانواع الكلام في اللغة. مفيش جملة هتجيلي كده، هتجيلي مفيش جملة هتجيلي جملة فاضية، هتجيلي يا كلام مباشر يا كلام غير مباشر، يا جملة مبنية للمعلوم يا جملة مبنية للمجهول. طب اولا في الرغي الكتير اللي انا عمال ارغي عليك ده، وصوتي بقى ايه ارفك وشغال انا ايه عمال ارغي لك، معلش في الكلمة كده، هو يعني ايه مبني اساسا؟ كلمة مبني دي اللي انت عمال تقول جملة في العربي او في الانجليش، جملة مبنية للمعلوم، جملة مبنية للمجهول. يعني ايه اساسا كلمة مبني؟ البناء هو البناء، انت بتبني شيء. فجملة الانجليش في المبني للمعلوم زي ما انت عارف، السبجكت الفاعل، ثم الفيرب، ثم الابجكت، فاعل وفعل ومفعول، ده البناء بتاع الجملة. فده البناء اي التكوين. فالمجهول ليه تكوين والمعلوم ليه تكوين. وفي تكات كده مش هخش معاك فيها قوي، بتيجي بالممارسة بالحل. وفي حاجات بيقولك عليها حالات خاصة في الباسيف. في الباسيف انا مش هعتبرها في الباسيف حالات خاصة، لان هي فكرة وانت بتطبقها. فعايزك تفهم يعني ايه اساسا معنى معلوم ومعنى مجهول. فور اكزامبل كده، صحيت انت من النوم بلحة جميلة مقمعة، فقطك متنيلة ب60 نيلة، فتقلك يا ابني روق اوضتك وهدومك اللي اكنها خارجة من بق كلب، دي زي ما بيتقالك على طول يا باشا، يعني دي كلمة شهيرة في البيوت المصرية. روق اوضتك يا احمد، روق اوضتك يا محمد، يا هنادي روقي اوضتك.
هل الاهتمام هنا بترويق الأوضة بس، ولا ان احمد او محمد او هنادي هم اللي يروقوا؟ هنا اللي قال روق عايزك انت اللي تروق، يبقى الاهتمام هنا بالشخص اللي هيعمل، يبقى ده معلوم. طالما اهتميت بالفاعل ووجوده وقيامه بالعمل وذكرته في الجملة مباشرة كده، يبقى ده مبني للمعلوم، يبقى ده اكتف. اتس اوكي. طب لو انا بتكلم على مثلا يوم الوقفة، الحاجة لو عايشة ربنا يديها الصحة يا رب، ولو متوفاة ربنا يتغمدها برحمته يا رب ويسكنها كده بجوار الرفيق الأعلى في الجنة. لو عايشة بإذن الله فكانت أكيد هتقول لك يوم الوقفة كفرت منك بقى يا أخي، تعبت منكم والبيت ما بيتروقش وعايزة تروق هي، فهتقوم فاتحة باب البيت، أنا نازلة أجيب حاجات من تحت، أنا أرجع ألاقي البيت متروق. هي ما قالتش أنت ولا أختك ولا أخواتك ولا حتى الحاج يساعدكم ولا تخبطوا على الجيران، هي ما يخصهاش. هي اللي يخصها دلوقتي اللي ليها فيه انها ترجع تلاقي البيت متروق. هي اهتمت مين يعمل؟ ما اهتمتش، الله ينور عليك، زهقت منك، فاهتمت بالاخر ان ايه؟ يا عم انا ماليش دعوه، انا عايز البيت يتروق. هنا الاهتمام كان بفاعل الفعل ولا بالمفعول اللي هيتروق؟ بالمفعول الذي سيقع عليه الفعل بتاع الترويق. دي كده تبقى مجهول باسيف. يبقى وصلنا كده على ارض ثابته ان المبني للمجهول هو اهتمام بالحاجه اللي هتتعمل مش بالشخص اللي هيعمل. اتس اوكي. طيب فكره المبني للمجهول ايه هي؟ قال لك بنسبه 90% الفكره مبنيه على هذا التكوين، ان انا يبقى عندي المين فيرب الفعل الاساسي في جمله الاكتف المعلوم، في الباسيف في المجهول قسمناه كام خطوة؟ قدام عينيك 2. ايه هما الخطوتين؟ اكيد الفعل الاساسي ده في الاكتف كان ليه تصريف، كان ليه تشكيل، يعني كان واخد زمن معين. مين ينزل مكانه في الباسيف؟ قال لك اللي ينزل مكانه في الباسيف verb to be. ليه يا باشا؟ قال لك يا ريس عشان الفعل هينزل past participle تصريف ثالث في اي زمن. في اي زمن هينزل تصريف ثالث. فلو انت لقيت ان الفعل نزل تصريف ثالث في الباسيف في المبني للمجهول، فكده اصبحت كل ازمنه الانجليش سداح مداح، كلها على بعضها رايحه جايه، كلها تصريف ثالث. ففيرب تو بي هنا هو اللي بيمسك التشكيل. ونقف لحظه بقى عندي بيمسك التشكيل. خلي بالك الرغي اللي انا برغيه ده كله يخلي الدرس في ايدينا شرح على البورد 5 دقايق لو انت فهمت اللي انا قصدي عليه. ولو بدأت كده لقيت نفسك سرحت، رجع من الاول وابدأ افهم تاني. هل في العربي في اللغة العربية هل في أزمنة؟ يا ريس اكيد في أزمنة. هتقول لي كده، هقول لك لا، العربي ما فيهوش أزمنة. ازاي؟ قال لك العربي فيه مراحل زمنية، يعني مرحلة الماضي، مرحلة الحاضر المضارع البريزنت، مرحلة الفيوتشر المستقبل. هتقول لي بقى طبعا الانجليش يا مستر هو اللي فيه أزمنة. يا باشا في عينك، هو اللي فيه أزمنة. ليه بقى؟ أنا عندي في الماضي في العربي هو ماضي واحد، لكن فور اكزامبل في الانجليش أنا عندي في الماضي كان ماضي بقى، افتكر كده حصص السكيلز، الله ينور على اللي فايق، والله يخرب بيت اللي تايه. أنا عندي في الماضي 4 أزمنة ماضي، لأن أزمنة الإنجليش 12 زمن. عندي 4 for past 4 ماضي، وpresent 4، وfuture 4. ففور اكزامبل في الماضي كده عندي past perfect، past simple، past continuous، past perfect continuous، 4 أزمنة. فالمبني المجهول بتاع العربي، أشوفك كده مذاكر عربي ولا لأ؟ قال لك جملة المبني للمجهول الماضي بتبقى ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره. زي كده لعبت كرة القدم، صح كده؟ ولو مضارع أو مستقبل قال لك يضم ويفتح ما قبل الآخر، يضم الأول ويفتح ما قبل الآخر. زي تلعب كرة القدم، ستلعب كرة القدم، أدي مضارع ومستقبل. فالتشكيل في العربي سهل، ضمة وفتحة للمضارع والمستقبل، ضمة وكسرة للماضي. لكن في الإنجليش أنا عندي 12 زمن. 12 زمن معتمدين على مين يا باشا؟ قال لك معتمدين على المين فيرب ده الفعل الأساسي. طب والفعل الأساسي ليه كام شكل؟ 5. مين كده اللي هياخد ال5 دول
في الباسيف في المجهول verb to be. ازاي يا مستر؟ تعال اقول لك. قال لك انا عندي الفعل الاساسي في المعلوم يا اما تصريف اول، يا اما تصريف تاني، يا اما تصريف تالت، يا اما الفعل infinitive في المصدر، يا اما الفعل متضاف له ing. فانا لو افترضت ان الفعل في الاكتف فور اكزامبل كان عندي هنا play or plays، وهنا اكيد فور شور هيبقى played، وهنا اكيد طالما تصريف تالت يبقى قبليه have يا has فعل مساعد، يا had played تصريف تالت. ولو مصدر فكان مثلا قبليه يا to، وركز والنبي في الحاجات دي عشان هنبني عليها في الحلقات اللي قدام شغل تاني. ما تجيش اقول لك الفعل في المصدر بيبقى قبليه ايه فتفتح بقك كده، تمام؟ لا، الفعل في المصدر يبقى اكيد كان قبليه يا to المصدريه اللي هي بمعنى ان او لكي، يا اما قبليه model verb. يعني ايه؟ يعني مثلا will او to المصدريه او can او could او shall او should must may وهكذا، هتبقى بعديها الانفينيتيف، يعني الفعل هنا هيبقى play. طب لو ing قال لك يبقى الفعل قبليه يا am verb to be بقى تصريف اول او تصريف تاني، is are يا was او were، هيبقى بعديها playing. ادي شكل 2 3 4 5. يبقى الخمس اشكال بتوع الفعل اللي هم في المعلوم يا تصريف اول يا تاني يا تالت يا مصدر يا ing. اوكي، طب التحويله في المجهول هتبقى عامله ازاي؟ طبق بقى ده الفكره، انا كل اللي طالبه منك هتطبق الفكره. فلاقي على طول الفعل لو كان تصريف اول في المجهول على طول اشتغل تصريف اول برضو، بس اجيب مين تصريف اول مكانه؟ verb to be. فهنا place يبقى هيبقى مكانها يا is يا am يا are، وبعد كده الفعل ينزل تصريف تالت فتبقى played. طب وهنا تصريف تاني يبقى verb to be هو اللي هيبقى تصريف تاني، التصريف التاني ل verb to be يا was يا were، بعد كده هتبقى played تصريف تالت. طب هنا قال لك عندي have او has او had ينزلوا بشوات زي ما هما، بعد كده played تصريف تالت يبقى verb to be هو اللي يجي تصريف تالت فيبقى been، وبعد كده برضو played. خليني احط لك خط كده على verb to be لما جه مكان الفعل الاساسي ونقارن اول تاني تالت تالت. مصدر يبقى هيبقى عندي to او عندي for example will او can، وكان مصدر يبقى verb to be هيجي في المصدر، وبعد كده play هتبقى سبحان الله برضو تصريف ايه؟ تالت. طب كان ing يبقى انا عندي am is are was او were زي ما هما، والفعل كان ing يبقى be هيضاف لها ing فتبقى being، وبرضو play هتنزل تصريف تالت فتبقى played لان ing خدتها verb to be. يبقى verb to be لازم تبقى عارف الخمس اشكال بتوعها عشان تشتغل باسيف صح. am و is و are تصريف اول لverb to be، was و were تصريف تاني لverb to be، been تصريف تالت، be infinitive، being verb to be plus ing. واصله كده؟ فلو جينا عملنا هنا كده باذن الله تعالى example، ادينا امثله وقلنا كده Ali plays football، علي يلعب كرة القدم. الجملة دي أكيد كده أكتف. طب ما تيجي نعمل الجملة دي بعد إذنك باسيف. هبدأ بمين؟ كرة القدم تلعب، يبقى بدأت بمين؟ بفوتبول. والنبي يا باشا بعد إذنك طبق لي دي زي ما أنا قلت. play تصريف أول place يبقى أجيب مكانها يا am يا is يا are. فوتبول سينجولار مفرد فتبقى is، وبلاي تنزل تصريف تالت فتبقى played. ممكن أقول في الآخر by Ali أو by him مفيش مشاكل. يبقى كرة القدم تلعب تكون تلعب بواسطة علي أو بواسطته.
طب اكزامبل تاني، لو جينا قلنا كده جملة اكتف بتقول آية will مثلا for example will study English and French. آية هتذاكر انجليزي وفرنساوي. تعال نحولها لباسيف. الباسيف بتاعها هيبقى ازاي؟ مين اللي هيتذاكر؟ الله ينور عليك، الانجليش and French والفرنساوي. والفعل ناقص ده هينزل زي ما هو، زي ما انا عملت هنا. تمام. will كان الفعل مصدر، يجي verb to be في المصدر، يبقى will be studied by آية. بعد إذن حضرتك هسألك بقى سؤال حلو. verb to be وتصريف تالت، verb to be وتصريف تالت، يبقى أنا ماشي على الفكرة، يبقى أنا ما غيرتش الحاجة اللي جوه البوكس دي. يبقى أنا القاعدة الأساسية أو الفكرة الأساسية عندي للمبني للمجهول إن أشتغل بverb to be وتصريف تالت. الكلام ده بنسبة 90%، بنسبة 90%، بنسبة كام؟ 90%. أوكي، تعالى يا باشا نجيب القلم ده ونرجع نكمل كلامنا. أنا دلوقتي بقى عايز أتكلم معاك على حاجة حلوة. ده معناه إن في 10% مفهومش verb to be. مفهومش إيه؟ verb to be. في حاجة؟ مفيش حاجة باينة هنا؟ خالص؟ لغاية فين؟ يعني شايف آخر سطر ده؟ ده؟ بليد مش باينة، بينج بس. ماشي مش مشكلة. الباقيين مثلا دي من هنا في بليد اللي هي السطر اللي فوقيه. ودي برضه في بليد السطر اللي فوقيه. الباقي كله باين. خلاص مش مشكلة يا باشا. بس تسيب السبورة كلها ورايح يا باشا عشان هستغل ده عشان هشرح لسه هنا، ده لسه في هم هيتلم هيتكتب هنا. ماشي، قول لي بس على الكلام طالما لا 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 مش مشكلة. نكمل؟ ماشي. فانت فهمت كده ان الفكرة عندك verb to be وتصريف ثالث بنسبة 90%. ده فاضل لنا كده 10%. قال لك دي حالة كده من حالات الكازيتيف. السببية ما تنساش بتاع النهاردة، مش السببية كلها ما فيهاش verb to be، لا دي حالة جوه الكازيتيف بس ما فيهاش verb to be وهنجي لها. طب يا مستر انا هعرف منين انت بتعمل لي الجمل هنا اكنها rewrite؟ انا هعرف منين اذا كان الكلام عندي اكتف ولا باسيف لما اجي احل تشويس؟ اقول لك هنعمل جمله كده وملهاش دعوه بقى بالطريقه المباشره دي، لا ده بيقول لك عليها من الحالات الخاصه. تعال نقول مثلا كده، ندي اكزامبل وانت اللي هتحل معايا. مثلا لو جينا قلنا كده I don't let people not at me. I don't let myself at. وهديك هنا choices. I don't let people not at me. I don't let myself not at. دي love ودي be loved. اوكي، انهي جمله في الاثنين اكتف وانهي باسيف؟ والله يا مستر الاولى اكتف. ليه؟ قال لك اصل انا ما بخليش الناس نقط عليا، الناس subject وانا object، يبقى فاعل ومفعول. واحنا قلنا لو تفتكر في اول الفيديو، رجع كده لو نسيت، المبني للمعلوم لما الحاجه تقول لك اعمل يا ابني كذا يبقى انت اللي هتعمل في كذا، يبقى الفاعل موجود والمفعول موجود. يبقى انا ما بخليش او ما بسمحش للناس laugh at me تضحك عليا، يبقى دي اكتف اول جمله. طيب لو انا ما بخليش نفسي اضحك على، ولا ما بخليش نفسي مضحوك علي او يضحك علي، يعني ضم اوله وفتح ما قبل اخره، يبقى be loved at. لو عملنا مقارنه سريعه
بين love اللي هنكتبها هنا وبين be loved اللي هنكتبها هنا. هنا love infinitive، لما حولناها من معلوم لمجهول عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ infinitive جه مكانه verb to be، وهنا جه الفعل تصريف ثالث، يعني انا طبقت دي هنا اللي هي اهي. خلي بالك بيقول لك على دي من حالات الخاصه اللت، وتيجي تتشرح لك كده اذا كان الفاعل اللي هو الاي هو المفعول اللي هو المي، فقال لك نشتغل في الباسيف، المفعول ده يبقى ضمير منعكس. يعني لو كنت انا مثلا هنا بقول they don't let people laugh at them، كان هتبقى الجمله في الباسيف they don't let themselves، ولو كان he him تبقى himself، لو كانت she her تبقى herself، وهكذا. احنا ما عملناش ولا حاجه من دي، احنا خدناها بالمعنى. تعال اوريك حاجه تاني. تعال نقول مثلا كده the lights should off. يا ترى turn ولا be turned؟ الأنوار يعني ينبغي أن تطفئ ولا تطفأ؟ النور هيطفي حاجة ولا حد هيطفيه؟ حد هيطفيه، يبقى ساعتها هتبقى be turned off، لأن أساس الجملة دي في المعلوم إيه؟ إن أنا هقول حد يطفي النور، يبقى النور يجب أن يطفأ أو اطفي النور، صيغة أمر. أنا هنا طبقت الفكرة، فعل ناقص فيجي بعديه verb to be هو اللي في المصدر، والفعل يجي تصريف إيه؟ تالت. يعني أنا ماشي على فكرة بس. طب تعالى نقول حاجة تانية. تعالى نقول for example كده مثلا أحمد مثلا makes مها study. أحمد يخلي مها تذاكر. الجملة دي كده active ولا passive؟ لا active. أحمد هيخلي مها subject verb object. طب لو حبينا نحولها للمجهول هنقول ايه؟ هنقول كالآتي: مين اللي بيخلي مين يذاكر؟ أحمد بيخلي مها، صح كده؟ يبقى أحمد يجعل مها تذاكر، يبقى مها تجعل تذاكر، تجعل تذاكر يعني تجعل أن تذاكر بواسطة أحمد. يبقى ساعتها هقول كده ايه؟ مها، طبق الحتة اللي هناك، ميك تصريف أول، يبقى هجيب مكانها يا آم يا إز يا آر طبقا لدي. مها مفرد فتاخد إز، وميكس تيجي تصريف تالت، يبقى مها إز ميد. ساعتها بس هحط إيه؟ تو ستادي عشان المعنى. ممكن أقول باي أحمد أو باي هم. طبقت الفكرة. طب لو جيت قلت لك كده مثلا for example I like the truth. هل هنا وتعالى نحط هنا ولا ما نحطش؟ تعالى نقول هنا مثلا هل هنا هتبقى الإجابة telling ولا being told؟ وانت عارف من يونت 5 verbs effects تمام كده، عارف ان like من الافعال اللي وراها to infinitive او gerund ing. هل الجمله بس الاول انت عرفت هنا مفيش to يبقى الشغل ing؟ طب هنا ing active وهنا ing passive. انا عايز اعرف المعنى، قلت لك بالمعنى. انا احب الحقيقه، انا احب اخبر الحقيقه. يا مستر تبقى حمار. ما انا عشان اخبر لازم عندي حد بعمل ايه؟ بخبره. انا ما قلتش اقول،
اقول دي ممكن اقول بصفة عامة، لكن انا اخبر. ايوه هخبر مين؟ ما الاخبار ده لازم حد يخبر، لازم حد مخاطب. ولا هنا الجملة اساسها بيقول انا احب كوني مخبر بالحقيقة. يبقى الجملة هنا باسيف، يبقى هشتغل ب being told. وعارف الجملة دي لو جت في الاكتف هتبقى عاملة ازاي؟ I like برضو برضو مثلا people، انا احب الناس telling me the truth. خلي بالك انا عملت لك ايه؟ the truth. بص بقى مي دي اللي هي اترفعت هنا بقت اي، فيقولوا لك دي حالة من الحالات الخاصة برضو، اللي بيقول لك ايه؟ الجزء الاولاني ما بيتغيرش، وبتشتغل بالجزء الاولاني تعويضا عن الجزء الثاني. يعني ايه؟ هنا اي لايك، هنا الاي عشان انا احب الناس تخبرني انا، فيقول لك الاي دي هي مين؟ ما الناس هتخبرني انا، فتخليها هي. يا عم الكلام ده شغل بصمجيه، سيبك من الكلام ده. الموضوع في ايه؟ مين اللي يخبر؟ الناس، يبقى الناس سبجكت فاعل. يخبر ادي الفيرب، ادي الفعل. يخبروا مين؟ انا، يبقى انا اوبجكت مفعول. فلما اجي احولها انا احب كوني مخبر، احب ان اخبر، يبقى ساعتها هشتغل هنا بايه؟ لما اعملها باسيف كده I like being told. طيب تعال نحط اختيارات تانية على الجملة دي ونعمل كده هنا، زودنا to. I like to يا ترى هتبقى tell ولا be told؟ اكيد be told، لان برضو باسيف مبنيه للمجهول. انا احب ان اكون مخبر، يبقى I like to be told the truth. طب اساس الجمله دي كان ايه؟ بتو. نفس اللعبه هنا I like people، بس telling هتبقى to tell me، to ايه؟ to tell me. فيقول لك افعال الشعور لما تيجي من اكتف لباسيف، قال لك لو بعديها اي ان جي يبقى في الباسيف being وتصريف ثالث. طب لو بعديها مصدر to المصدر يبقى to be وتصريف ثالث في الباسيف. تاني افعال الشعور لو جت في الباسيف يبقى بعديها يا اي ان جي يبقى being told في الباسيف، being وتصريف ثالث. لو بعديها to والمصدر to والايه؟ والمصدر زي كده. فيقول لك نحول التو والمصدر دي لكده تبقى be told او بي يعني وتصريف ثالث. بس انا مش محتاج احفظ، انا محتاج افهم الفكره. هل انا في كل الافكار اللي قدامك دي خرجت عن الصندوق؟ غيرت فيرب تو بي والتصريف الثالث؟ لا. طيب تعال نشوف حاجه تانية اخيره كده ونقول I had my room. وتعالى اديك اختيارات هنا، cleans ولا clean ولا cleaned. انا حصلت على اوضتي، انا حصلت على اوضتي I had او I مثلا got. يبقى get بتساوي have، يعني هنا الاتنين زي بعض. انا حصلت على I had I got، الاتنين زي بعض. طب انا حصلت على اوضتي، تنظف بس دي بتاعت المفرد. فتقول لي لا دي غلط، ده عشان مفرد. يا عم انا حصلت على اوضتي تنظف، هتنظف ايه اوضتك؟ ده اوضتك زي الزفت ومحتاجه حد ينظفها. يا اخي بص على الاوضه، ما انت قاعد فيها اهو. ها هتنظف حاجه؟ انت شايف؟ قول بنطلون، قوم لم البنطلون، قوم لم البنطلون، ما تقرفناش. والشراب حطه على المخده وحالتك تقرف، اقعد ساكت. فاوضتي ايه اللي تنظف؟ يعني انا حصلت، ربنا كرمك والحاجه ولا اختك الكبيره ولا حد اشفق عليك ونظفها لك، فانت هتقول انا حصلت على اوضتي مالها؟ منظفه. منظفه يعني ضمه وفتح، يبقى تصريف ثالث. ما احنا اتفقنا ان الباست بارتيسيبل هو شغل المبني للمجهول. بس يا مستر يا عم اتلهي، بلا نيله، اسمع بس مني اللي هقول لك عليه. هتبقى كليند، واحمد ربنا انها اتنضفت. I had my room cleaned، تصريف ثالث. يا مستر هقول لك، قول يا عم.
هتقول لي انا عارف ان هنا تصريف ثالث بس ما فيش verb to be. اقول لك يا بلح انت نسيت في وسط الغيط اللي انت قاعد فيه ان احنا قلنا في 10% من ال90 فيهم مبني للمجهول من غير verb to be اهو. وتعالى اقول لك حاجه عشان تعرف انك مش واخد بالك من حاجه. احنا شرحنا الكازيتيف في الحته دي، شغل ميك وشغل هاد وشغل جت، بس هشرحه لك دلوقتي كده لوحده بس انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي على الاقل. طب تعالى نقول حاجه، تعالى نرجع الجمله دي من باسيف لاكتيف، هتبقى عامله ازاي؟ هقول لك كده I had او I got. هنجيب بقى سيره الحاج اللي نظفك، هنجيب سيره الحد اللي ايه؟ اللي نظفك، اللي هو عمل ايه؟ ظبط لك دنيتك وحالك ومحتالك وروق عليك. تمام كده؟ بص بقى معايا كده يا غالي. هنقول كده I had I got for example my sister my room. انا هنا بعد had وجت جبت ايه؟ my room اللي هي something، الشيء اللي اتعمل. هنا بعد had وجت جبت ايه؟ ايوه someone، اللي دخل عليك الاوضه وانت قاعد مفرطح كده على السرير. بتعمل ايه؟ بذاكر، عندي حصه اونلاين. بتعمل ايه؟ قاعد في درس على المنصه، تمام، وبنطلونك على الارض ورجليه ونص الرجل طالعه فوق السرير وشرابك قاعد نايم عليه والتاني مرمي في الارض، عارف انت خارب الدنيا كده، ودخل لملك الحاجه. فانا جبنا هنا بعد هاد وجود سيره الحد اللي نظف الاوضه. فقال لك نديك تشويسز، كلين ولا to clean ولا cleans. مبدئيا انت كبقف حمار بلحه مقمعه كده حلوه هتقول انا مذاكر ماي سيستر مفرد يبقى على طول كلينز. فاقول لك غلط يا حبيبي، انا حصلت على اختي تنظف عادي. لو كانت هاد او هاف او هاز يبقى انفينيتيف كلين، ولو كانت جيت او جيتس او جوت تبقى تو كلين. ليه يا مستر؟ قال لك عشان هنا دول هما المين فيرب، الفعل الاساسي. يعني الجمله دي باست سمبل، ماضي بسيط، عشان هاد وجت تصريف تاني. ده الفعل التاني، ده الفعل الايه؟ التاني. فيبقى المعنى، حتى شوف انت المعنى لايق ولا لا. انا حصلت على اوضتي منظفه، انا جعلت او خليت اختي تنظف اوضتي، تمام كده. يبقى انت خليت حد يعمل لك حاجتك، او انت من الاخر حصلت على حاجه معموله. تعالى بقى كده نخطفك بريك دقيقتين وننزل لك تاني ونبدا نديك الكازيتيف لوحده. خليك معايا ما تروحش في حته، اتلقح مكانك كمل. نخش بقى على الكازيتيف. والكازيتيف يا حبيب قلبي سايب لك فيه المربع ده الحته، ما تبصش وراك يا ابني، خليك معايا يا ابني، ما تتعبوناش يا ابني، يا ابني خليك معايا، ركز هنا، سيبك من التليفون، مش هتنفعك بحاجه لما ترن عليك دلوقتي. ركز ركز يا ابو ادم، ركز يا حبيبي، خليك معايا. سايب لك للكازيتيف وسايب لك يا اختي يا ام ادم انت كمان للكازيتيف حته صغيره عشان تعرف ان هو جزء صغير جدا. تعال نبدا الاول، واللي هنبدا بيه الاول يبقى تحويله في الفعل الاول، واللي هنبدا بيه التاني يبقى تحويله في الفعل التاني. مش بحفظك، لا بربطها لك بعلامه في دماغك. تعال نبدا الاول بالافعال make let help force allow. التلاتة دول، وبص بقى، والتلاتة دول
التلاتة دول والتلاتة دول، الطفاية دي والطفاية دي، ركز معايا والنبي يا اخوي. قال لك اللي في الاول ده انا بسميه مش سبجكت، بسميه ليدر، لانه يا اما بيخليك تعمل، يا بيسمح لك، يا بيساعدك. يعني هو شخص ليدر بيقدر ينفذ لك حاجة او يجبرك او يخليك تعملها او يساعدك تعملها. وهنا الشخص اللي هنا ده انا بسميه object and subject، فمفعول وفاعل. ومع التلاتة دول بعد المفعول او الفاعل ده بيجي infinitive، يعني مع make و let و help يجي مفعول ثم فاعل، ثم فعل في المصدر. طب مع help و force و allow يجي مفعول ثم to زائد المصدر. ازاي يا مستر؟ انا مش فاهم ازاي اللي هنا ده مفعول وفاعل. ما انا لما خليك تعمل، مين اللي خلاك؟ انا. يبقى مين اللي اجبرك؟ انا. وانت هنا ايه؟ هل انت اللي اجبرت ولا انت اللي اجبرت؟ لما انا ساعدك هل انت اللي ساعدت ولا انا اللي ساعدتك انت؟ يبقى انت مفعول للفعل الاول، حتى انا كاتب لك اول حاجه الابجكت. ساعدتك تذاكر، فمين اللي هيذاكر؟ انت، فانت فاعل المذاكره. فلو جينا قلنا كده الاول نعمل الايه دي، عشان ده كده شكل الكازيتيف مع الافعال دي في الاكتيف. في الايه؟ في الاكتيف. اصل انت لو نسيت هنا ما مسحتها لكش، ادي كازيتيف وادي كازيتيف، اكتيف وباسيف. لما احمد يخلي مها تذاكر ده كازيتيف، هو السبب ان يخليها تذاكر. كازيتيف يعني سببيه، يعني مها جعلت تذاكر بواسطته، ده كازيتيف. مجهول، سببيه مجهول، يبقى السببيه في منها معلوم ومجهول. تعالوا نطبق دي بمثال. نقول كده teacher. for example لو عملنا مثلا made، ولو خليناها مثلا allowed us، هنا هتبقى study وهنا هتبقى to study. تعال نحول الجملة من active ل passive. قال لك هيبقى الشكل كالآتي. بص بقى ركز معايا. هبدأ هنا بالobject ثم ارجع لقواعدي سالما. هرجع تاني للفيرب تو بي وتصريف ايه؟ تالت. بعد كده هيبقى عندي دايما تو المصدر. يعني ايه؟ الجملة بتقول المدرس جعلنا ميد نذاكر، جعلنا ميد اس ستادي، يبقى احنا جعلنا ان نذاكر. يبقى ساعتها كده وي ميد تصريف تاني، يبقى على طول تصريف تاني، يبقى ووز يا وير. وي جمع يبقى تاخد وير. ركز بقى واربط الدنيا ببعضها. وي وير ميد، انا ماشي على الفكرة. تو ستادي، احنا جعلنا ان نذاكر. بص هنا كده مصدر بدأنا بمها، كان تصريف اول بقت از ميد، حطينا تو ومصدر. دي اول حالة في الكازيتيف. ففي الكازيتيف اول حاجة قلنا هنحول اول فعل. فعلا انا الفعل التاني ما جيتش ناحيته، اللعبة كلها كانت على دول. انا ما حولتش ستادي، حولت ميد. ولو اشتغلت بallowed هتبقى were allowed برضو to study. فقال لك افعال الكازيتيف كلها make و let و help و force و allow لما يجوا هم اللي بيتحولوا للمجهول، هم اللي بيتحولوا للمجهول. النقطة التانية بقى كلهم اللي بياخد مصدر بس او تو المصدر في الباسيف لازم يبقى فيه تو، ما عدا let يا تفضل زي ما هي ومصدر، يا اما تستبدل الى allowed. يعني ايه؟ يعني لو انا هنا قلت كده آية was let للتصريف ثالث، آية was let
go out. طب لو استبدلت let دي ل allowed وقلت كده آية was allowed، ساعتها هتبقى to go out. يبقى let يا وراها مصدر سواء في الاكتف او في الباسيف، بس في الاكتف هيبقى بعديها المفعول ومصدر. طب في الباسيف المفعول جه الاول آية وفيرب تو بي وهي تصريف ثالث آية تسمح لها تخرج. وصلت كده؟ ده اول جزء كده عندي في الكازيتيف. طب الجزء الثاني اللي هو متعلق بهاف وجيت، تعالى بقى نشيل الجزء اللي فوق ده كده عشان نشتغلها مع بعض. تعال نقول كده مثلا هيبقى عندي في الغالب كده بيبقى يا مولاي بسميه اونر المالك زائد يا فيرب تو هاف يا جيت زائد someone شخص يعمل في object في مفعول someone do. يبقى لو انا عندي المالك have او has او had شخص do. طب لو get او gets او got يبقى to do. طب عايز تقول ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان have زي make و let و help مصدر، وان get زي help و force و allow يجي معاها to والايه والمصدر، يعني نفس التكوين تقريبا. وبرده ده مفعول لجيت وهاف لان انا اللي بخليه يعمل، يبقى هو الفاعل بتاع الفعل الثاني. يبقى هنا ده مفعول للاول وفاعل للثاني زي هنا بالظبط. وهنا انت طبعا عرفت ان help بيجي معاها مصدر او to المصدر. اوكي. طب فور اكزامبل تعالى نقول كده I have او I get a servant. مع have هتبقى clean، مع get هتبقى to clean my car every day. for example هتبقى every day. يبقى أنا كده عندي خادم ينظف لي العربية كل يوم، أنا أحصل على خادم أن ينظف لي السيارة كل يوم. طب ما تيجي نعملها، مش دي كده حد يعمل في شيء، يعني دي كده active. تعالى نعملها passive. يبقى برضو أنا have or get أنا هحصل على إيه بقى؟ my car. هحصل على عربيتي مالها تنظف. يا عم احنا قلنا هي لا الأوضة هتنظف ولا العربية تلاقيها 260 نيلة تحمد ربنا. هحصل على عربية مالها منظفة. يبقى ايه؟ I get my car cleaned. قول لي ايه اللي حصل؟ اقول لك يا مستر هنمسح السهم الحلو ده كده واقول لك انا عندي الاونر زي ما هو، وعندي هاف وجيت زي ما هي، بس اللي حصل ان انا هنا كان عندي someone مصدر مع هاف، someone to المصدر مع جيت، وهنا كان في الاوبجكت اللي هو ايه؟ something. قال لك بدأنا هنا، ما انا لازم ابقى فاهم ان الجزء الاولاني ده هو شغل الكازيتيف، الحصول على، حصلت على حاجة او حصلت على حد. طب حصلت على حد يعمل الحاجة. طب حصلت على حاجة، انا حصلت على حاجة تعمل ولا معمولة. يبقى الجزء الاولاني ماليش دعوة بيه. طب ليه يا مولاي ماليش دعوة بيه؟ يبص يا غالي هنا ده الفاعل، الشخص اللي هيعمل في المفعول، يبقى فاعل مفعول، يبقى تحويلي هنا. يبقى انا حصلت على عربيتي ماي كار، اهو ننزل السهم تاني، جبت something المفعول. الفعل ده يقوم نازل على طول في التصريف الثالث. يبقى الكازيتيف هنا اول حاجه شرحتها كازيتيف، عندي كام فعل؟
فعلين، بس انا قلت الاول بحول الاول، وحولته بأنهي طريقة؟ verb to be حسب الزمن تصريف ثالث، يعني الصندوق بتاعي المجهول العادي. وقلت لك في 10% بتوع الكازيتيف اللي هم بيخرجوا بره الصندوق، اللي مفهومش verb to be، هم دول اللي هم ايه؟ I had، I have، I got، تمام كده؟ I get، she has، آية gets، مها gets، حمزة has. شخص بيحصل على شخص يعمل له حاجة، أو أقول لك حصلت على حاجة معمولة. يعني كده مثلا لو أنا اديتك جملة تشايس ورحت قايل لك فيها كده حمزة has his car fix ولا fixed. حمزة يحصل على عربيته مصلحة، يبقى الإجابة هتبقى fixed. تصريف ثالث اللي أنا قلت عليه، المالك حمزة، verb to have أهو has مفرد، الشيء his car تصريف ثالث. يبقى كده أنا عندي الكازيتيف يا بتخلي حد يعمل، يا بتحصل على الحاجة معمولة، يا بتجعل حد يعمل لك حاجتك، يا بتحصل على حاجتك معمولة، يا بتجبر حد يعمل حاجة، يا بنقول ان الحد ده اجبر او سوعد او سمح له انه يعمل الحاجة. ولعبتها كلها مش جرامر. يعني ايه؟ يعني فور اكزامبل نمسح كده الجزء اللي فوق واديك جملة واوريك انها مش جرامر. بص كده يا مولاي، تعال نقول كده my was، انا وضحت لك كده انها مبني للمجهول، جبت لك verb to be وانت محتاج تصريف ثالث. وريني بقى يا لعيب هتحلها ازاي. my was not to work، خلي بالك كده to work دي يبقى التحويل على الفعل الاولاني. يبقى انا لو عندي في الاختيارات had غلط، عندي got غلط، لان دول هنا ما بيتحولوش، اللي بيتحول الفعل الثاني. لكن طالما التحويل في الفعل الاولاني يبقى اللعبه يا في ميك يا في let يا في help يا في force يا في allow. طب اديك الاختيار letter C ونقول allowed، واديك الاختيار letter D ونقول مثلا made. يا ترى allowed ولا made؟ may سمح لها أن تعمل ولا جعلت أن تعمل؟ والله يا مستر الاتنين ينفعوا، لأن التكوين أهو قدام عينينا. الأوبجكت verb to be تصريف ثالث كلهم ياخدوا to المصدر، وأنا جايب لك الإكزامبل على allow وإيه وميد، اللي أنا تحت عامل لك على allow وإيه وميد، وهم الاتنين وتو المصدر. يبقى يا مستر كده أنا مش هختار جرامر، أنا استبعدت اتنين بالجرامر، لأن have ومشتقاتها get ومشتقاتها ما بيتحولوش هما للمجهول. اللي تحول الفعل الثاني هنا، اللي تحول الفعل الثاني ركز. لكن بالمعنى لو انا جيت قلت كده my was not to work on Friday، مي ايه؟ انها تشتغل يوم الجمعة. الجمعة ده يوم ايه؟ اجازة. قال يعني انت شغال طول الاسبوع يا ولا؟ قال يعني يالا انت من السبت للخميس طاحن نفسك والجمعة اجازة. انت بتقول انا اتدلعت بقى من السبت للخميس، اتدلع قوي بقى يوم الجمعة اكافئ نفسي. المهم مي ايه؟ انها تشتغل يوم الجمعة. طب الجمعة اجازة، يبقى مي اتسمح لها ولا اجبرت؟ اجبرت، جعلت، يبقى الاجابة هتبقى ايه؟ ميد. هل انت هنا اخترت انك تشتغل جرامر، ولا الجرامر خلاك استبعدت هاف وجيت بس، اللي هو هاد وجت فيرب تو هاف والفعل جيت؟ يا مستر الجرامر خلاني استبعد اتنين بس، لان دول ما بيتحولوش. يبقى الكازيتيف عندي يا مستر انا عارف ان هم نوعين، نوع بحول فيه الفعل الاولاني
ميك او ليت او هيلب او فورس او allow، ونوع بحول فيه have وجيت، خلاص استبعدت. بس allow وميد، allowed وميد الاتنين زي بعض. المعنى هنا لما يوم اجازه بقت ميد، ما ينفعش allowed، يبقى انا بختار بالمعنى. يبقى الكازيتيف بكل اختصار ان حد بيعتمد على حد يعمل له حاجه او بيخليه يعمل له حاجه، يعني معتمد عليه يعمل وواثق فيه، فما يجيش يخذله. الخذلان يا ولاد هو اصعب حاجه في حياتنا، انك عمره ما يجيلك من حد انت مش واثق فيه. عمر ما حد يخذلك وهو ما يفرقش معاك. عمر ما حد يخذلك وهو ملوش غلاوة عندك. دايما الخذلان بيوجعنا ويلمس الوجدان عشان بيجي من أقرب الناس ليك. فأنت بالنسبة لأهلك أنت جوه الوجدان، فاعرف ان انت يوم ما تأثر في نتيجتك انت مش أثرت بس في النتيجة، لا انت سببت لهم حاجة اسمها الخذلان. الخذلان وجع وضياع وألم وتوهان، فقدان ثقة فيك طول العمر، كسرة قلب وكسرة نفس. وجع مش هيسويه أي وجع، ما تبقى السبب انك تخذل حد عزيز عليك. أشوفكوا على خير، السلام عليكم.